بتعدي ال3 سنين وبيقضوها في هدوء وامان، ولا كانوا بيأذوا حد ولا كان حد بيأذيهم، ولا ينكشوا حد ولا حد ينكشوا. حتى العيال اللي اتخانقوا معاهم في الاول دول بعدها بكام يوم بيكونوا خلصوا مدتهم وبيخرجوا. هما الاربعه طالعين وجاهزين لعم جابر السيوفي ده، بس بيبقوا ناسيين حاجه تانية. فهم واقفين بتعدي من قدامهم عربيه شكلها غريب، واللي فيها قاعدين عمالين بص لهم بس، لكن بيبان ان عبده خد باله من حاجه بس بيداري عليها دلوقتي. المهم يعني بيسيبوهم ويمشوا من الناحيه التانية. المهم هم ماشيين في عبد الله قايل تفتكروا دول من رجال جابر السيفي ولا لا؟ لا مش هم. اشمعنى؟ استنى بس الراحه نبقى نتكلم. تمام. فعبده يبقى شاكك انهم متراقبين، عشان كده عبده بيأكد كلامهم لغايه ما يروحوا. المهم يوصلوا البيت، فهو بيفتح الباب عبد الله يقول له تفتكر جابر السيفي يبقى فين دلوقتي؟ معرفش والله يا عبد الله. فتح الباب ودخل، وهم دخلوا وراه لقوا جابر السيفي قاعد لهم جوه، قاعد على كرسي وماسك سيجارته وجنبه 2 من رجالته. عرفت جابر السيفي فين؟ اهو قاعد قدامك اهو. فراح جابر قايل لهم اوه رجالتي اللي وحشاني. رجالتك؟ احنا ما نتشرفش نبقى رجالتك يا جابر. فراح الاتنين اللي كانوا معاه دول مقدمين خطوه كده اللي هو رايحين عليهم يعني، فراح جابر موقفهم وقال لهم جابر كده حاف يا عم ماشي سماح المره دي. فرد عليه عبده وقال له احب اقول لك من سماح دي بس ما تزعلش. ماشي يا سيدي كأني ما سمعتش حاجه. فراح باصص على الساعه اللي لابسها وبعدها بص لعبده، طلعت مزوره يا عبده مش كده؟ فعبده بص له بقرف وفضل ساكت، وبعدها بيبتسم كأنه فاهم حاجه. وبيجي فلاش باك بيبان فيه لما عبده كان خلاص مشي من الزياره ورايح على عنبر والعسكري ماسكه. عبده ساعتها بيفتكر حاجه، بيفتكر وقت ما كان في النيابه واتحكم عليهم بحبس 4 ايام على ذمه التحقيق، وهو داخل الحبس المحامي اللي موكلاه النيابه ليهم قال لهم اطمن يا عبده مفيش حاجه ان شاء الله ما تخافش ان شاء الله خير. بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول. بس استنى قبل ما تتكلم، انا اللي عايز اقول لك على حاجه. هو ايه الساعه اللي كانت معاكوا دي؟ ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. احنا فعلا سارقين الساعه دي. سارقين الساعه دي يخرب بيتك، يعني انتوا سارقين الساعه والبنك. بنك ايه؟ انتوا متهمين بسرقه بنك القاهره فرع النزهه يا ابني. بنك القاهره فرع النزهه ده امتى ده؟ احنا سرقنا الساعه دي بس والله. الساعه اللي سرقتوها يا عبده الساعه دي اصلا مزوره. مزوره؟ اه والله. بس دلوقتي وصل انهم حجزوها ولما حللوها لقوها مزوره، يعني دي اصلا ما تعتبرش تهمه. طب احنا كده محبوسين ليه؟ عشان تهمه سرقه البنك اللي بتوجهها لكم. بنك إيه؟ احنا والله ما سرقنا بنوك، وانا مصدقك بس محتاج دليل براءه. المشكله لما راجعوا الكاميرات لقوا 4 فعلا داخلين يسرقوه وبنفس اجسامكم تقريبا. انا بس محتاج دليل براءه بس. تمام. طب تعرف مين اللي موجه البلاغ ده؟ يعني مين اللي مبلغ عننا بكده؟ واحد كده اسمه فادي سامح جابر. ايوه جابر. تمام. طبعا كل الكلام ده قبل ما يبقوا واقفين قدام القاضي ويتفاجئوا بالتهمه بتاعتهم سرقه البنك دي. وطبعا كل ده قبل ما يبقوا واقفين قدام القاضي ويتفاجئوا بان التهمه بتاعتهم سرقه بنك مش الساعه، وهي اصلا مزوره. يعني عبده كان عارف كل ده من الاول. طبعا بيفتكر ساعتها لما جابر جه زاره وكان لابس الساعه دي، فبيفهم ساعتها ان جابر هو اللي سرق الساعه، وبعدها راح وقال له على ساعه تانيه مزوره ولبسه هو حكايه. معلش بقى متزعلش مني يا عبده، انت عارف انت حبيبي. فعبده فضل باصص له وهو ساكت، فراح عبد الله قايل له ايوه انت برضه ايه اللي جايبك يعني يا جابر عايز ايه؟ الله ما انا قلت لك وحشتوني يا عبد الله، وحشتوني قوي. لا يسلم عليكم. وهقول لك حاجه يا عبد، مراتك ايه؟ طليقتك وعيالك بيسلموا عليك. اول ما عبده سمع الكلمه دي فراح مقدم خطوتين واداله بالرجل، فراح مقلوب بالكرسي. والاتنين اللي معاه دول واحد منهم ادى عبد الله باليد، فراح عبد الله لافف ماسك فازه وناولي بيها في وشه. الواد التاني فراح ادي جانب بالرجل وقلب جوه عليه، بقوا هما الاتنين في الارض بيطلعوا مسدس ويوجهوا ناحيه عبده وعبد الله. فيروح عبده وعبد الله يبصوا لبعض وفي ثانيه الا ثانيه يكونوا ماسكين المسدس واخدينه منهم والدوب على دماغه. بعدها بيروح عبده قايل لجابر مالكش دعوه بمراتي وعيالي يا جابر الا دول. طب روح بقى الحقهم. فعبده ياخد بعضه ويطلع من الشقه بسرعه، كلهم يطلعوا وراه الا عبد الله. فيروح بالمسدس اللي في ايده ومدي جابر في وشه. اول ما ينزلوا بيلاقي البوليس جاي، يعني نهار متايقين على دماغنا يا اسطى جابر والاتنين اللي كانوا معاه فوق واقعين فوق في الشقه. فعبده بيفهم ان جابر هو اللي مبلغ، فبياخد بعضه ويسير على الشقه فوق. بيطلع فيروح جايب جابر ودخله جوه وكريم وعبد الله يشيلوا الاتنين التانيين ويدخلوهم معاه.
المهم بيقفلوا باب المفتاح ويطلعوا بره بسرعه، وبيبقى خلاص البوليس طالع له. اول ما يفتح الباب يلاقي البوليس سابه وطلع الدور اللي فوقيه، وما عادوش كتير لقوهم نازلين ماسكين واحد وست وراه عماله تدب فيه وتقول له يلا حرام يا ابن الكلب. فراح عبده بص لهم كده وهو ساكت وقال ايه ده؟ دول طلعوا جايين اللي فوقينا مش جايين لنا يا ولاد الكلب. واخدوا بعضهم وطاروا على تحت، طبعا رايحين يطمنوا على طريقة عبده وعياله. المهم عبده بينزل يوقف توك توك ويروح على المكان، يوصل يطلع الشقة، عبده داخل جري بيخبط بسرعة، ده حد بيخض اللي جوه. بتفتح له حماته او اللي كانت يعني حماته. المهم اول ما بتفتح بيخش جري يبص يلاقي العيال قاعدين على السفرة وامهم بتاكلهم اللي هي طليقته يعني. اول ما يشوفهم قلبه يطمن كده، ازاي اول ما بتشوفه بتستغرب. عبده ازيك يا سلمى عامله ايه؟ تفضل بصاله كده اللي هي مستغرباه. انا كويسه الحمد لله. والعيال كويسين؟ والعيال كويسين. في ايه؟ لا مفيش حاجه، بس خدوا بالكم من نفسكم والنبي، خدوا بالكم من نفسكم بس. السلام عليكم. وبياخد بعضه ويمشي. ماشي وهو مطمن عليه، بس قلبه بيكونش مطمن للي جاي. بينزل هو واخواته ويوقف توك توك وبيطلعوا على بيت عبده زي ما انتوا عارفين. لكن اول ما بيركبوه من هنا بنلاقي شويه رجاله طالعين نفس العماره اللي كانوا لسه نازلين منها، وبيبين انهم طالعين لمرات عبده وعياله. بيكسروا الباب عليهم وياخدوهم كلهم، البت بعيالها بامها كلهم بيتاخدوا، وبينزلوا بيهم ويركبوا عربيه متفيمه ويتحركوا. طبعا كل ده يكون عبده خلاص وخدوا اتحركوا مش عارفين ايه اللي بيحصل. عبده بيوصل البيت جاي بيفتح الباب يلاقيه مكسور، فيروح باصص له شويه كده، فعبد الله يقول ممكن يبقى هربوا. فعبده يسكت ويدخل يبص على الاوضه اللي كان حابسهم فيها يلاقي بابها مكسور برضه، فبيضحك. ايوه عبد الله يربو يا دي النيله. امال انت عايز ايه؟ بص احنا حابسينهم ازاي ونزلنا بسرعه ولا واخدين احتياطاتنا ولا حتى كتفناهم، امال كده هيهربوا. طب احنا هنعمل ايه كده؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقوم ناكل. هو ايه اللي ناكل يا عبده؟ واحنا مش هنقعد نفك اللي جابر ده ونشوف هنجيب حقنا منه ازاي؟ فبيتحول المشهد لعبده وهو فاتح التلاجة وبيجيب خيارة من جوه وقافلها تاني، وبيبقى الجو ليل عليهم وبيقول لما تفكر وانت بتاكل هتجيب افكار موت، ضرب نار يا معلم. ايوه بصراحه. بص بقى نجم النجوم، طبعا انتوا دماغكوا هتضرب وهتموتوا وتعرفوا جابر سلمنا كده ازاي. طبعا يا عبد بص يا سيدي، جابر لما رجع رجعه قويه قوي، رجع وكل طاقته. الباشا حب يضرب عمليتين في عمليه، البنك والساعه. راح وسرق البنك وقلب الفلوس، وراح على المتحف وقلب الساعه، وبعد ما قلب الساعه حط بدالها واحده مزوره، وبعد ما حط المزوره جالي وقال لي عليها. ولحسن حظه ان هو ما حللوهاش قبل ما تروح حفله سرحان المليجي ده. وطبعا احنا سرقنا المزوره وخدنا على قفانا. ماشي دي فهمناها. لبسنا تهمه البنك ازاي؟ اقول لك انا، الباشا لما بعت يسرق البنك ما بعتش اي حد من رجالته، بعت اربعه بس وبنفس اجسامنا وطولنا، وما قفلوش الكاميرات، انجزوا نفسهم بسرعه وهبقوا بالفلوس. طبعا البلاغ متوجه لنا، فلما رجعوا الكاميرات لقوا 4 شبهنا في الوزن شبهنا في الطول، فخدونا احنا. ولسوء حظنا المكان اللي وقفنا فيه واتقبض علينا فيه كان جنب البنك اللي اتسرق، وده اللي وقعنا بجد. وطبعا الباشا جابر كان مراقبنا، وطبعا مش هحتاج اقول لكم ان اللي ملبسنا التهمه دي رسمي الشهود اللي شافونا يوميها وكمان كانوا متاكدين. احب اقول لكم بالبلدي جابر عرف يلسانا على قفانا صح، عرف يضرب عصفورين بحجر ويكوش من ورانا فلوس قد كده ويلبسنا احنا في حيطه. يا ابن الابلسه ايه ده؟ دي دماغه طلعت سم. جابر الصيفي ما بقاش سهل، جابر الصيفي ما بقاش زي الاول، لو استهونا بيه هنلبس تاني. تمام. وهم قاعدين بيتكلموا تتبعت رساله على تليفون عبده ياخد التليفون ويفتح الرساله يلاقي رقم غريب، والرساله عباره عن فيديو. يفتح الفيديو ويتصدم من اللي شافه، لقى جابر ظاهر فيه وهو معاه سلمى وعياله وامها، وبيقول بص يا عبده، اللي فات كان تهديد، كنت بهوش يعني، لكن تغفلوني لا. الساعه حلوه بعد ما فقت من الضربه اللي اديتها لي ما لقيتهاش معايا، واحد منكم سرق الساعه مني، ده لو ما كنتوش كلكم اصلا طابخينها سوا. الساعه لو ما ظهرتش خلال 48 ساعه هكون مخلص لك عليها، يا ترجعها يا تودعها.